أرجوك أن تتركه لي لاحقا. سيد هشام جاد، الممثل والمخرج المسرحي، كمصري تعيش في فرنسا منذ 20 عاما. 20 عاما. أنت بتواصل دائما مع القاهرة؟ طبعا نعم. في حالة من حالات الحزن الشديد، لأنه لو سمحت لي أرجع شوية قبل 30 سنة. تفضل. مصر الخمسينات كان في حلم، عربية، قومية عربية. انتكس الحلم في 67، انتفضنا في حرب استنزاف، ونجحنا في 73. تم انتهاك النصر من وجهة نظر الشخصية بما يسمى بكامب دافيد. ثم تم قتل السادات بأمارة ايه؟ حسني مبارك يحكم مصر. حسني مبارك شخص غير منتخب. أنت ترجع الأمر إلى جذوره، يعني جذور هذه الأزمة تعود إلى 30 سنة إلى الوراء. ما بني على باطل فهو باطل، ولكنه استمر. حسني مبارك غير منتخب بأي أمارة، بيتحدث باسم الشعب المصري وبيمثل عليهم من 3 أيام أنا عايز أموت على أرض بلدي عشان ينزلوا يعيطوا. هو يبحث عن التعاطف، عن تعاطف الشعب طبعا، لأنه يعرف إن إحنا شعب عاطفي جدا ودمعته قريبة. الليلة اللي قال فيها إنه عايز يموت على أرض بلده، تاني يوم دخل ميليشيات الحزب الوطني، ونفس التمثيلية بيعملها تاني النهاردة محمد حسني مبارك. أنا عايز أمشي. طب ما تمشي. ويقول أنه لا يرغب في الذهاب لأنه يخشى الفوضى في البلاد. لا، هو محمد حسني مبارك، لو سمحت لي حضرتك، هو سبب الفوضى في مصر من 30 سنة. كمية السرقات اللي تمت من خلاله ومن خلال عيلته 30 سنة. منع انتخابات حرة في مصر 6 مرات متتالية. 6 مرات متتالية. ده سبب الفوضى في مصر. سبب الفوضى في مصر هو محمد حسني مبارك. يعني الناس يحضرون أكفانهم، هذا ما قيل لنا وما استمعنا إليه من خلال المتظاهرون. عدوا أكفانهم للخروج غدا في اليوم في هذه المظاهرات. شباب مصر كله النهاردة بيقول النصر أو الشهادة. يا أمنا وقامت مصر معانا وحميناها، يا متنا ولا قدر الله. ما الذي يدفعه لقول ذلك؟ هل هو القهر؟ هل هو الشعور بالغبن الاجتماعي أن تضيق به الظلم. 30 سنة شعب مظلوم، مقهور، مهمش، ملوش لازمة، مش موجود. ولكن الرئيس يقول انه اعطى الكثير خلال طوال اكثر من 60 سنة. لا، ده راجل كذاب، وهو يعلم، ويا ريت يكون شايفني دلوقتي وعارف انه كذاب. والراجل اللي جاي بعده ده اللي فشل في كل، راجل بتاع المخابرات، نائب الرئيس السيد عمر سليمان في ملفه الشهير اللي رايح جاي عند الصهاينة. كمية الأراضي اللي راحت في ظل التفاوض بتاع السيد عمر سليمان قد اللي خدوه من 48 لغاية 67. احسب كم مدينة راحت من 48 ل 67، وقد ايه راح من ساعة ما مسك السيد عمر سليمان ملف فلسطين. فهذا راجل فاشل من الأساس. مشاهدينا الكرام، إلى مشاهدة هذه الصور الصادمة والمروعة أيضا لسيارة شرطة في أحد ميادين القاهرة، وهي تصدم وتدهس، بل بالأحرى هذه هي الكلمة، مواطنين عزل، وذلك عن قصد. أحذر، الصور صادمة ومروعة. هذه الصور البطيئة، هذه السيارة التي شاهدناها في أكثر من مكان، والآلية العسكرية في القاهرة، وهي تصدم تدهس المواطنين. وأيضا ما شكل هذا الوعي عند شباب مصر الجميل دلوقتي القهر والعذاب. 3 مليون طفل في شوارع مصر بلا مأوى. ما صدمني أني استمعت لبعض الشهادات، يعني مواطن مصري يصيح في الشارع عندي طقم واحد بس ألبسه كل يوم. ده كويس. يعني امر رهيب. يعني اذا تسمع انا زرت مصر مرات عديده، يعني اذا تسمع مثل هذه الشهادات هي يعني مثيره يعني للالم. اذا كان لهذا البلد عظيم مثل مصر ثورات كبيره، يعني هناك دائما كالاشكال بالنسبه لكل الانظمه العربيه، سوء استغلال الثروات، سوء توزيعها، الى غير ذلك. 15 مليون يحيوا في العشوائيه. حد يخش مجرد بس بالصدفه اسم شرطه، مش عايز اتحدث عن الاغتصاب الجسدي والروحي،
بلا أي سبب، لمجرد أن ممكن مخبر أو أمين شرطة. فأيضا القهر والعذاب هو الناس مش فاهمة ليه شباب مصر دلوقتي مش خايف من الموت، لأنه يرى الموت يوميا في شوارع وسجون ومعتقلات محمد حسني مبارك. بان كيمون اللي من شوية بيقول الاستخدام المفرط للقوة غير مقبول. الشعب المصري، شباب مصر يذبح للمرة الثانية، والعالم كله بيشوف ميليشيات حسني مبارك بتعمل ايه. اين السيد بان كيمون؟ اين الامم المتحدة؟ اين العالم الشريف والغير شريف؟ في مجزرة بيعد لها للمرة الثانية، ولا يتحرك احد لانقاذ شباب مصر. دي جريمة مع سبق الاصرار والترصد. لا، ولكن بقيت معنا على طوال 4 ساعات. حقي وزيادة. بشكرك، يعني تفضل. الإدارة الأمريكية بتقول انتقال سلمي للسلطة، بقى لها 5 أيام 10 أيام فقط انتقال سلمي للسلطة. ما بيطلبوا شباب مصر الآن والشعب المصري هو نسف هذه السلطة. ده اختلاف واضح. نحن نطالب برأسها بذيولها بجسدها بنسف هذه السلطة.